ومرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم أنا رجعت لكم لحالي بدون آية وبدون أسيل. آية وأسيل بالمدرسة، اليوم عيد ميلاد آية، لذلك أنا رح روح جيب كم غرض لحتى جهز القصص وجهز المفاجأة بين ما تكون وصلت الهدية يلي أنا موصي عليها. وهلا يا جماعة رجعت لكم من الماركت. طبعا رح أخذ الأغراض اللي لازمة لعيد الميلاد اللي هي قدامكم هون. Six and a half hours later. وهلا يا جماعة بعد ما اشتريت كل الأغراض مثل ما انكم شايفين، بطريقي للبيت لحتى بلش تجهيز ويا دوب لحق. خليكم معي وشوفوا كل التفاصيل. ومرة تانية أنا بالبيت حاليا، وهي الأغراض صارت هون. طبعا رح شيل هي الطاولة وانقلها لهون، وشيل هي الطاولة واخذها لهنيك. خليكم معي وشوفوا كل هاي التفاصيل، واكتبوا لي بالتعليقات اي حدا كان عنده رأي تاني بالشي اللي راح اعمله، اي حدا عنده نصايح للمرات القادمة اكتبوا لي بالتعليقات، كله اكتبوا لي اياه بالتعليقات. خليكم معي. طبعا يا جماعة هلا نقلت الطاولة مثل ما شفتوا لهون ومديت عليها هاد. حاولت كتير اني لاقي شيء له علاقة بعيد الميلاد بس مع الاسف ما لقيت. ففي هذا عنا موجود بالبيت من الاصل، هو مادة طاولة عادية يعني، بس عليه ورود حمر وما حمر وحركات، وبتعرفوا انتم هذا الموضوع. فطالما عليه ورود حمر وحركات وهي القصة، فقلت رح ينوب ورح يوفي بالغرض. فهلا رح بلش فورا بالتجهيزات. واول شيء رح بلش فيه هو اصعب مهمة اللي هي مهمة البالون. رح بلش بالبوالين اللي هي اصعب مهمة، وانا عم بنتظر هلا توصل الهدية اللي موصي عليها. وطبعا الهدية كمان رح خلي لكم اياها لكم مفاجأة، ما رح تشوفوها لوقت ما تفتحها آية. يا جماعة الصدمة الأولى، هي العلبة طلعت ما فيها بوالين، طلع فيها بس هذا الستاند اللي رح يوقفوا عليه البوالين. صدمة كبيرة يا والقلب هيك يا ديجي حيرة قلبي. طبعا هلا يا جماعة خلصت تجهيز الستاند يلي رح يتعلقوا عليه البوالين. رح فرجيكم اياه ان شاء الله يكون واضح. طبعا ما رح يكون واضح لوقت ما نعلق عليه البوالين. هو طالع من هون هيك وماشي فوق الشباك وواصل للطرف الثاني، هذا رح يتعلقوا عليه البوالين. طبعا رح استنى لحتى اجيب السولة مشان تساعدني بموضوع البوالين، اكيد ما رح لحق اعمل كل شيء لحالي، فالسولة رح تكون اليوم شريكتي بهي المفاجأة. وهلا رح بلش بتجهيز الطاولة هون. رح جهز الشغلات اللي موجودة، والكيك رح جيبه لما اروح اجيب السولة. طبعا بتكون وصلت الهدية، انا ما عم بقدر اطلع من البيت لانه عم بستنى التوصيل. هن جايين بالطريق رح يجيبوا لي الهدية اللي طالبة، وبعدين رح نغلف الهدايا ويكون كل شيء جاهز على جية آية إن شاء الله. فخليكم معنا لتشوفوا معنا وتشاركونا هي المناسبة الحلوة. Many months later. وهلا يا جماعة أنا رايح جيب السولة من المدرسة. طبعا صار وقتها مثل ما انكم شايفين، وكتير من التفاصيل وراي صارت جاهزة. إن شاء الله نلحق نخلص كل شيء يعني قبل جية آية. طبعا هلا أسيل أكيد لازم تساعدني لأنه لحالي ما عم بقدر لحق، لازم صور ولازم بنفس الوقت جهز كل شيء. فلذلك كتير قصص ما صورتها يعني، فورا عم بشتغل لحالي، ما في حدا يساعدني ابدا. خليكم معي وتابعوا هاي الفعالية اللي كتير حلوة وهي المناسبة الحلوة وشاركوا معنا. هلا يا جماعة بعد ما جبت السولة من المدرسة اشترينا الوردات، وانا كتير عجبوني الوردات. خلونا نطلع وخلونا نكمل رحلتنا. يلا نبلش. انا بلشت قبلك. بعرف انت خلينا نحاسب ونروح على البيت نلحق قبل ما تيجي ماما نجهز كل شيء. جاهزة؟ جاهزة. وهلا نحن من البيت. طبعا مثل ما انكم شايفين علقانين علقة البوالين. أسيل وانا بساعد بابا، والله ما بعرف ايش عامل، بده يضل شنو بينفخ هدول عباله ساعات. خليني اشارك بهدول، ما بيخليني. لا بدك تساعديني، لازم تساعديني. اصلا انا قلت لهم قبل ما تجي انت انك رح تساعديني، لذلك عدي خلينا نخلصهم كلياتهم سوا، اوكي؟ وبعدين لحق قبل ما تجي ماما.
6.5 hours later. وهلأ يا جماعة مثل ما نكون شايفين شارفنا على الانتهاء تقريبا، وضل بس حط الكيك وحط الشمعات. الزينة كلها صارت جاهزة تقريبا يعني، وصار موعد جيد آية، فلذلك خليني دق لها وشوف وين صارت. الو. الو. ايه روحي، اي بس وين صرتي؟ انا لسه بدي شي نص ساعة. ايه تمام. طيب فيك تمري على التركي تجيبي شوية هيك شغلات معجنات سميت بوچة، السولة تمام، مشتهية. هلا بشوف. طيب يلا تمام. بس هيك رح اتأخر شوي. طيب يلا تمام، يعني شي نص ساعة تقريبا مو هيك؟ ايه اكتر شوي. اي يلا تمام، لأنه جعنا شوي والله. طيب تمام. يلا خير تمام. يلا باي باي. ماشي باي باي باي. باي. هلا مثل ما شفتوا يا جماعة، لا الوقت تمام، إذا نص ساعة تمام. مع المرقة على الماركت التركي تقريبا رح تطول 3/4 الساعة، بيكون الوقت بيرفكت. طبعا يا جماعة في عنا هي الهدايا، هي الهدية الكبيرة رح تكون مفاجأة. آية صار لها فترة مشتهية لي وعم تطلبها مني. شوفوا نسيت هيدي أثناء التغليف. وفي هي الجاكيت جبت لها إياها كمان، حسيتها كتير كتير حلوة، اشتريت لها إياها بالإضافة للورد اللي هو هون، باقة مني وباقة من السولة. طبعا هلا رح صور لكم الاجواء كلها كيف صارت، رح تشوفوها هلا. طبعا انا بهي الوقت رح كون طلعت بدلت لبسي وجهزت حالي وجهزت السولة كمان فوق، عم تلعب بغرفتها من قد ما هلكتني بعدتها على غرفتها تلعب. فرح نجهز كل شيء وننتظر آية توصل ونشوف مع بعضنا كيف رح تكون ردة فعلها. والشغلة اللي ما خبرتكم عنها هو انه هي الهدية الكبيرة رح خبيها، يعني رح تفكر اول شيء اني جايب لها جاكيت وهن هدول باقتين الورد بس، وبعدين بعطيها الهدية الكبيرة ونشوف ردة فعلها، لأنه كتير هي متحمسة عليها وكتير صار لها فترة مشتهية عليها وعم تسمعني إنه إيمت بدنا نجيبها، والله حلوة وكل الناس صار عندهم منها، كأنه عم بدق لي على التليفون. فهلا بترككم مع الأجواء بشكل كامل كيف صارت وبرجع لكم إن شاء الله. Can you help someone else when you're feeling bad about yourself? How come they say love will heal everything when it hurts like hell? Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head, I've said it before. To dance instead. Ooh, follow me around, trust in me, girl. Ooh, let's turn things around, start a whole new world. Ooh, let's just sing and dance, you don't need to doubt. Ooh, yes, believe in me, there's here and now. There is just, here and now. Can you help someone else when you're feeling bad about yourself? How come they say love will heal everything when it hurts like hell? Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even... وهلا يا جماعة صرنا جاهزين بالضبط مثل ما شفتوا، كل شيء صار جاهز لأجواء خيالية، علي والسولة صارت جاهزة كمان. هابي بيرثدي تو يو. فهلا قاعدين بس وعم نستنى آية توصل من المدرسة. حكيت معها من شوي تقريبا بدها 7 دقايق لتوصل، والهدية اللي حكيت لكم عنها ما لقينا لها مكان فحطيتها هون. ما بعرف يعني اكيد رح تشوفها من اول ما تفوت، ما بعرف ما لقيت لها مكان تاني لحتى اخبيها. خليكم معنا وشاركونا هي الفرحة بالتعليقات. بدي مشاركات. ارفعوا الفيديو، ساعدونا انه نوصل لهدفنا وكونوا جزء من عائلتنا على يوتيوب. A few moments later. المفروض انه خلال دقيقتين آية توصل، فلذلك رح بلش بتشغيل الشمع، مشان بس دقة الباب ما نعبيط ونصير ما نعرف شو بدنا نساوي، نشغل الشمع ولا نشيل الورد ولا شو نعمل ما نعرف. فلذلك رح بلش فورا بتشغيل الشمع، رح شغل الشمعات بين ما تكون وصلت، وما فيني شغلهم بكير كمان لحتى ما يدوبوا، فماني عارفان شو بدي اعمل، لازم بلش بتشغيل الشمع. خليكم معي.
وصلت آية، وصلت آية. شو هاد؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. جبتي لي المعجنات؟ جبت هاي الخبز التركي المشهور. لسه جبت لك يلا ثواني بس بوطي بوطي بس ثواني. واو يا شو لك شو عاملين؟ تعي تعطي اللفلفة تعي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. طبعا يا جماعة مع الأسف وأنا عم بعمل مونتاج للفيديو طلع بعد الأغاني وبعد الحفلة الوصلة تبع المايك منشالة وأنا ماني منتبه ليها، فباقي الفيديو كله طلع بدون صوت مع الأسف. كتير انصدمنا وكتير كان وضع محزن، فقررنا انه نشرح لكم هذا الموضوع هيك فيس تو فيس. بعد ما غنينا هاي الاغاني هابي بيرثداي تو يو، سنه حلوه يا جميل، وهي اغاني عيد الميلاد، قمت انا واعطيتها لآية الهديه الاولى اللي هي كانت جاكيت. طبعا هذا الجاكيت لا تستخفوا فيه، هو مميز كتير، مصنوع من فروس علبين، واحد جايبينه من جبال الهيمالايا وواحد جايبينه من قمم جبال الألب الفرنسية. فكتير كتير هو مميز كتير صدقيني. بعد الجاكيت هذا أنا قلت لها لآية إنه في هدية تانية مخباية ولازم هي تدور عليها. أنا صرت أطلع بأماكن، يعني بما إنه أعطاني أول شي جاكيت كان حجمه يعني معقول، فصرت أدور بأماكن تانية بس أماكن صغيرة، يعني صرت أدور هيك عند المخدات ورا الكنباية، بأماكن هيك معقول إنه يتخبى فيها أشياء صغيرة، بس ما تخيلت إنه تكون هدية تحت الطاولة. لأنه كان حجمها كبير صراحة كتير تفاجأت. وأخيراً بالآخر تم إيجاد الهدية وكانت أحلى مفاجأة. سحبتها وكانت تقيلة وصرنا نحاول نتحذر، يعني أو أنا أحاول أحذر شو في بقلب الهدية، بس بسبب حجمها والتقل اللي كان الصندوق كان تقيل ما كان يخطر لي ولا أي هدية، يعني شو ممكن يكون محطوط بصندوق كبير. وبعدين قررت افتحها خلاص وشوف شو في بقلبها، وهون كانت المفاجأة الكبرى. صار لها فترة عم تقول لي أنا مشتهية على هذا الروبوت، كل الناس اشترته، ايمت رح نشتري؟ وأنا عم بقول لها الله كريم وأنا ماني مقتنع فيه، وشو هذا الروبوت اللي بيمشي ولحاله بينظف البيت وما بعرف شو هيك. فأنا بهداك الوقت كنت مخطط إني رح جيبها. فآخر مرة كانت قبل بيوم من عيد الميلاد، وأنا كنت فعليا طالبة وعم بنتظر تاني يوم إنها توصل مشان بوقت الحفلة. فمثل ما شفتوا وصلت الحمد لله بنفس الوقت، كان مخطط له وفتحناها سوا وساعدت لآية وركبناها. بصراحة كانت أحلى مفاجأة وكتير كتير حبيت الهدية، كانت هدية كتير مميزة لأنه هي رح تخفف عني كمان شغل، فأنا كتير انبسطت بالهدية وشكرا كتير لك حبيبي. الله يجزاك. أهلا وسهلا. تفاجأت كتير لأنه كنت مفكرة خلص إنه هلأ ما رح نجيب المكنسة الروبوت،
بس هي حلوة كتير لأنه عن جد بتخفف عنكم شغل، وكمان وقت شغلناها كانت كتير كتير حلوة، فكتير حبيتها. وقت اللي اشتغلت السولة رقدت لعند امها، قالت لها ما معطيني بمسح الساعدة. بدها تساعد بدها تساعدها. ايه قالت لها حرام بتتعب، البيت كبير فخليني ساعدها. يا بابا خلص ما بدنا نساعدها، لا بدي ساعدها. فكتير كان موقف طريف يعني. واكيد رح تشوفوا ردات الفعل بالفيديو بس بدون الحكي اللي كنا عم نحكيه، فرح تشوفوا اساسا كيف كانت ردة فعلي. كان كتير يوم حلو ومميز وانبسطت كتير. وكمان عندي هون وردات حلوين، اعطيني اياهم باسل. شوفوا هدول الوردات كمان حطيتهم بالمي، كمان كانت هدية كتير حلوة. انا كتير بحب الورد. بدنا نقول لكم انه كل عام وانتم بخير. بقول لك إلك يعني بقولون كل عام وانتم بخير. انتوا قولوا لي كل عام وانتم بخير. وان شاء الله قبل 100 سنة نكون سوا وبخير. وفكرت جيب لك ورد بالاول. والعيد الجاي والعيد الجاي نحتفل فيه مع اهلنا، يا رب يكونوا إن شاء الله. مولودين اهلي واهلك ان شاء الله. ولهون بيكون وصلنا معكم لنهايه الفيديو ولنهايه هيدي المناسبه اللي كانت بالنسبه لي كتير حلوه، وبتمنى يكون عجبكم الفيديو. وبنعتذر كتير على هذا الغلط الصغير اللي صار بنهاية الفيديو، والله ما انتبهت من كتر تعبت. اللي شافوا الفيديو وصلوا لهي النقطة راح يشوفوا قديش أنا تعبت ضمن هذا الفيديو. كنت عم بشتغل كل شيء لحالي، فما انتبهت على موضوع المايك إنه فصل. واكيد اكيد لازم يعجبكم الفيديو. كمان عم بنتظر منكم معايدات كتير حلوه. بدي كلكم تكتبوا لي كل عام وانت بخير، وتكتبوا لي امنيات حلوه. وكمان لا تنسوا تحطوا لنا لايك، واللي لسه ما عمل اشتراك بالقناه يروح فورا يشترك ويتابعنا على سناب شات وعلى انستغرام. رح تلاقوا الروابط تحت بوصف الفيديو. بوصف الفيديو بوصف القناه. وكتير مهم انكم تكونوا جزء من عائلتنا على يوتيوب. العائله عم تكبر، عدد مشتركيننا عم يكبر. شكرا كتير لدعمكم. ورسالة خاصة لكل حدا اسمه أسيل عم يعلق لنا على القناة، هدول لهم مكانة خاصة لأنه على هدول الوردات لإلكم، لأنه على اسم السولة. طبعا كل المتابعين وكل المشتركين بنحبكم كتير، ونشوفكم مشتركات الأسولات بنحبكم أكتر. ونشوفكم بفيديو جديد. وهلا صار لازم نقول لكم باي باي.